مسيرة رياض محرز وإن لم تكتمل بعد بتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن تألق هذا اللاعب في مباريات فريقه هذا الموسم جعله يخطف الأضواء من باقي نجوم البريمير ليج وأيضا من زملائه في منتخب الخضر. في القائم الثاني رياض محرز، رياض يراوغ، رياض شيء كبير، يسارية على الطريقة المارادونية والكرة في الشباك البلجيكية، روعة، لاعب جزائري. في انجلترا مهدي المستديرة هنالك ظاهرة تدعى ليستر، وفي ليستر هنالك ظاهرة جزائرية رياض محرز. الجناح النحيف تحدى قواعد كرة القدم في بلاد الإنجليز، لم يحتج لا إلى قوة أبدانهم ولا إلى ضخامة أجسامهم، ترك لهم ذلك وتفوق عليهم بشيء لا يملكونه، المهارة الفطرية. لم يحتج ابن ال25 للكثير من الوقت كي يسحر الإنجليز بفنه. هو نفسه لم يكن يعلم أن قدومه إلى تلك المدينة الصغيرة وسط إنجلترا ذات شتاء من عام 2014 سيفتح له بوابة العالمية على مصراعيها. آنذاك كان ليستر يلعب في دوري الدرجة الأولى. تسلق الفريق الدرجة في صمت، ومعه أضحى محرز أحد أركانه الأساسية. كبرت الأهداف شيئا فشيئا، ومعها كبر عطاء ذي اليسرى الساحرة، فأضحى ذاك الفتى الذي يطرب السامعين ويسر بيسراه الناظرين في كل مسارح إنجلترا، ثم تحول إلى بعبع يخيف كبار البريمير ليج قبل صغارها. اكتشف موهبة التهديف عنده، فتسارعت أرقام عداده إلى أن بلغت 17 توقيعا، وحتى حينما لا يسجل يكون كريما مع زملائه، فقد منحهم إلى حدود الساعة 11 تمريرة حاسمة ساهمت أيضا في تألق زميله الثعلبي فاردي. رياض الفنان يعطي كورة راس يضرب كورة فاردي، سرق ابن الجزائر إذن النجومية من أصحاب الملايين وأغنياء البريمير ليج، بل صار اليوم أعلاهم قيمة في سوق المتربصين من كبار القوم في أوروبا. فكرة القدم في كنهها لا تعترف بعدد الأصفار في المبالغ، بل تعطي من يعطيها، ومحرز أعطاها بسخاء، فكان له منها ما أراد، والقادم أجمل لموسيقار الجزائر.